الشهيد بديع عبد الرزاق غلام. ولد الشهيد بديع عبد الرزاق في عام 1956 في محافظة واسط بقضاء بدرة. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وحصل على شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيك، وعمل في مجال اختصاصه. واعتقل الشهيد بديع في عام 1981 من قبل نظام البعث السابق بتهمة انتمائه إلى حزب الدعوة الإسلامية، وتعرض في سجون نظام البعث لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. أعدم في عام 1982.